بنت بسبب وقوفها لفترات طويلة قدام المراية اتمست من الجن العاشق. ازيكم يا ابطال؟ ركزوا في القصة دي كويس جدا لان اللي حصل فيها ممكن يحصل لأي حد، فخلوا بالكم. القصة دي حصلت مع بنت اسمها حنين. حنين شابة صغيرة وعمرها 18 سنة، والقصة حصلت مع حنين من حوالي سنتين تقريبا، لما في يوم من الأيام كانت قاعدة بالليل لوحدها. حنين كانت من النوع اللي بيحب يسهر، فكانت بتقعد لوحدها بالليل وأهلها بيناموا. وفي الليلة دي حنين كانت حاطة سماعات التليفون في ودنها ومشغلة أغاني، وكانت سرحانة فيها ومغمضة عينيها ومش دارية بالدنيا. ولكن فجأة سمعت صوت فصلها وخوفها. صوت في ودنها بيقول: عاملة ايه يا حنين؟ حنين فتحت عينيها وشالت السماعات من ودنها وبصت حواليها، ولكن وقتها ما لقيتش حد. فاللي جه في دماغها ان حد من اخواتها الشباب هو اللي بيهزر معاها، فدخلت عليهم الأوضة تبص، ولكن الغريب ان لقيتهم نايمين. وقفت حنين كده مع نفسها شوية مستغربة وعايزة تعرف اللي حصل ده كان عبارة عن ايه، ولكن بعد شوية هديت ورجعت تسمع اغاني. وبعد فترة رجع الموضوع يتكرر تاني. صوت في ودنها بيقول: أنا بحبك يا حنين. حنين فتحت عينيها وقامت مرعوبة من مكانها، ولكن اللي هيجنها إن مفيش أي حد حواليها. فقالت وقتها كلمة وندمت عليها بعديها. قالت: لو أنت جن اعمل أي علامة. ووقتها مراية الحيطة وقعت لوحدها من مكانها، ولكنها ما وقعتش على الارض ووقعت على الكنبه اللي حنين كانت قاعده عليها. حنين سمت الله من الخوف وكانت عايزه تجري على اهلها وتحكي لهم، بس هتقول لهم ايه؟ في جن؟ طيب لو اقول لها عرفت منين هتقول لهم ايه؟ المهم حنين لحد اللحظه دي ما كانتش مصدقه، وكانت بتحاول ترمي الموضوع في خانه الصدفه. وراحت وقتها ومسكت المرايه علشان تعلقها مكانها، ولكنها حصل لها موقف مرعب جدا. وهي ماسكه المرايه وبتحاول تعلقها شافت شيء مرعب في المرايه: قط اسود بعيون حمراء واقف على رجليه لورا وبيقول لها: انا بحبك يا حنين. حنين وقتها كانت واقفه على الكنبه بتعلق المرايه، فمن الخضه والمنظر المرعب وقعت من على الكنبه على دماغها، ووقتها من شده الوقعه فقدت الوعي. ومن اللحظه دي حنين حياتها اتغيرت تماما. بعد فتره حوالي 3 ساعات من الاغماء حنين فاقت على صوت عياط، فتحت عينيها وبصت حواليها، لقت نفسها نايمه على السرير وجنبها امها واخواتها الرجاله. فقالت لهم: في ايه وايه اللي موقفكم كده؟ امها حضنتها وهي بتعيط وقالت لها: انا قمت يا بنت ادخل الحمام ولقيتك مرميه على الارض مغمى عليكي. هي قالت لها كده وحنين اتصدمت لانها بدات تفتكر كل اللي حصل معاها، ولكن وقتها ما رضيتش تحكي لهم، وقالت لهم انها كانت بتحاول تعلق المرايه فوقعت. المهم بعد ما اطمنوا عليها سابوها وخرجوا. وحنين وقتها كانت بتحاول تنام ولكن مش عارفه، كل ما تيجي تنام تحس ان حد بيمسكها من جسمها فتقلق، فسمت الله وهي خايفه وقامت تبص حواليها. ووقتها حنين اتصدمت لانها لقت القط الاسود معاها في الاوضه، كان قاعد على الدولاب وبيبص لها. حنين من الرعب جت تصرخ ما قدرتش، لقت صوتها ما بقاش موجود، كل ما تيجي تصرخ مفيش اي صوت بيطلع. فبصلها الكائن ده وقال لها: بحبك يا حنين، ونط من على الدولاب على وشها. وقتها حنين لقت نفسها بتفتح عينيها وبتصرخ. امها جت جري تشوفها مالها، لقت حنين بتبص حواليها في كل مكان وهي مرعوبه، ولكنها عرفت ان كل اللي حصل ده كان مجرد حلم. ولما والدتها سالتها على اللي حصل بدأت تحكي لها على كل شيء، من أول الصوت اللي سمعته بينادلها لحد القط الأسود اللي شافته في المراية وشافته في الحلم. أمها لما سمعت منها بدأت تقلق وقررت إنها تاخدها وتوديها لشيخ. وأول ما قالت كده بدأت حنين تعمل تصرفات غريبة ومرعبة جدا، بدأت تصرخ وتشد في شعرها، ووصل معاها الموضوع إنها سبت مامتها كمان وضربتها. امها فضلت تصرخ ونادت على اخواتها علشان يخلصوها منها، ودخلوا اخواتها الشابين الكبار ومسكوها. والغريب ان هما الاتنين ما كانوش قادرين عليها لحد ما بالعافيه وبعد محاولات كتير قدروا يشدوا مامتهم منها. وبعديها حنين دخلت في حاله اغماء تاني، وامها واخواتها قعدوا جنبها يقرأوا لها قرآن. وبعد فتره فاقت حنين، ولما لقيتهم جنبها وبيقرأوا قرآن استغربت، ولما بصت لوالدتها لقيتها متبهدله، وشها مليان خرابيش وايديها عليها كدمات زرقاء. فحنين اتفاجئت وقالت لها: مالك يا امي، ايه اللي حصل لك؟ فامها بصت لها باستغراب هي واخواتها وقالوا لها: انت مش فاكره اي حاجه من اللي حصل؟ قالت لهم: لا والله مش فاكره. فلما حكوا لها ان هي اللي عملت كده ما بقتش مصدقه وفضلت تبكي، وما كانتش عارفه هي ازاي عملت كده. ولكن في نفس اللحظه بتبقى هتجيلها نفس الحاله اللي جات لها قبل كده، وكانت هتأذي مامتها تاني. ولكن اخواتها المره دي قدروا يلحقوها، وبيعرفوا من هنا ان حنين اتلبست لانها وهي عندها الحاله دي كانت بتقول كلام غريب بصوت مش صوتها. كانت بتقول:
أو كان بيقول: أنا بحب حنين ومتجوزها، ولو أي حد فيكم فكر يروح لشيخ أنا هأذيه، حنين بقت بتاعتي خلاص. كانت بتقول كده بصوت بشع جدا. فجري عليها الأخين وجابوا حبل وربطوها في السرير، وقرروا إنهم يجيبوا لها شيخ لحد البيت. ونزل أخ من الاتنين يسأل على شيخ بيعالج بالقرآن، وبالفعل ولاد الحلال دلوه على شيخ كويس، فجابه وراح بيه على البيت. وأول ما فتح باب البيت اتصدم، لقى أمه وأخوه مرميين في الصالة ومغمى عليهم. دخل يبص على حنين ما لقالهاش وجود، فجاب ميه وبدأ يرشها على اخوه وامه علشان يفوقوا. ولما فاقوا كان باين على عينيهم الرعب. ولما سألهم هو والشيخ على اللي حصل قالوا كلام مرعب جدا. قالوا له: اول ما مشيت بدأت حنين تصرخ بصوت مرعب، والكائن اللي عليها بدأ يتكلم ويقول: حنين مربوطة لكن انا مش مربوط. وفجأة حنين اترفعت من على السرير وكأنها طايرة او حد شايلها، وبمجرد ما بصت للحبال اللي مربوطة على ايديها بدأت تفك لوحدها. ولما بصت علينا الحبال طارت ورانا وخنقتنا من رقبتنا، وبعدها ما نعرفش ايه اللي حصل. فالشاب قال للشيخ: هنعمل ايه يا شيخنا؟ رد الشيخ وقال له: لازم نعرف مكانها دلوقتي. فسألهم الشيخ: ما كانتش بتقول اي حاجة او بتحلف اي حلفان غريب على ودنكم؟ اي حاجة يعني تعرفني الجن ده ديانته ايه؟ فردت بسرعة الام وقالت له: انا سمعتها بتحلف بالعذراء مريم. فعرف الشيخ ان ديانة الجن اللي عليها المسيحية، وعرف وقتها هيلاقيها فين. فخد الشاب وراحوا عند منطقة متطرفة في البلد. المنطقة دي كانت فيها كنيسة قديمة ومهجورة، واكتر من حد من اللي اهله بيجيبوه علشان يعالجوه لما بيكون اللي عليه جن مسيحي بيلاقوه في المكان ده. وبالفعل لما راحوا لقوا حنين مرمية وفاقدة للوعي، فربطوها كويس وخدوها معاهم للبيت. الشيخ امر اخواتها انهم يقعدوها على كرسي ويربطوها فيه كويس، ولما عملوا كده بدأ يقرأ عليها آيات من القرآن. أول ما حنين سمعتها فتحت عينيها وبصت للشيخ وأهلها وقالت بصوت بشع: قلت لكم حنين بتاعتي وانا خلاص اتجوزتها جوه الكنيسه. ضحك الشيخ بشكل غريب وقال له: ما يجوزش يا اهبل. بصينا للشيخ كده واحنا مستغربين ومش عارفين ازاي هو قادر يضحك في الموقف ده. فقال لنا: ما تستغربوش، انا شفت من المنظر ده كتير. وقال له الشيخ: قدامك حل من اتنين، يا تخرج منها يا اما احرقك. فالجن قال له: خلاص موافق، هخرج منها ولكن هلبسك انت. الشيخ كمل في ضحكه وقال له: موافق. وبعد شوية بدأ الجن يبكي. فقال له الشيخ: ما دخلتش في جسمي ليه؟ رد الجن عليه وقال له: ما قدرتش، في حاجة بتمنعني منك. رد الشيخ وقال له: عارف ايه هي؟ ربنا اللي حافظني منك. وحكى له على ورد الأذكار اللي بيقولها كل يوم. فاستغرب الجن من قوة الشيخ وقرر قرار غريب جدا. قال للشيخ: انا عايز اكون مسلم. رد الشيخ وقال له: موافق، بس عايز اعرف ليه. قال له: لانك بتحاربني بكلام انا متأكد انه مش سحر، ومع ذلك تأثيره اقوى 1000 مرة من السحر اللي اعرفه. فقال له الشيخ: ابشر. وبدأ ينطقه الشهادة. وقبل ما يخرج من حنين قال له على السبب اللي خلاه يلبسها ويعجب بيها، وقال له يعرفها لما تفوق ويعرف كل الناس ان السبب كان وقوف حنين قدام المراية كتير، وكمان نومها بلبس شفاف. قال الكلام ده للشيخ وخرج بالفعل من حنين. ومن بعدها حنين فاقت وبقت كويسة. ولحد هنا بتنتهي قصة حنين. لو عجبتك روق عليها باللايك والحاجات التانية، ومثلها عن نفسك، ويلا باي.